السلام عليكم. أهلا بكم. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. فيديو النهاردة إن شاء الله من ألذ الطرق اللي ممكن تعملي بيها ميني طرط الجبنة، والأجمل من كل ده إن هو سهل وسريع التحضير، والنتيجة هتبهرك من جمالها. بصراحة جميل جدا ومكوناته على قد الإيد، وكمان ينفع فطار وينفع عشاء. وقبل ما نبدأ يا بنات، زي ما متعودين هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. المكونات: كوب بصل مقطع قطع صغيرة، نص كوب زبدة أو سمنة بلدي بما يعادل 100 جرام، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة فلفل أسود مطحون. معانا هنا ذرة ملح، رشة خفيفة خالص كده لأن احنا معانا جبنة رومي، مش هنحتاج ملح كتير في الوصفة. معانا 3 بيض، 3/4 كوب لبن، 2 كوب دقيق منخول بما يعادل 280 جرام. ده معيار الكوب اللي معايا. ومعانا كمان من نص كوب ل3/4 كوب جبن رومي مبشور بما يعادل 125 جرام. ومعانا كوب ونص جبن قريش بما يعادل 250 جرام. هنسمي الله، نحضر بولة وننزل بالدقيق المنخول فيها، كوبايتين الدقيق، نضع عليها السمن البلدي او الزبدة او اي سمنة انت حباها، والبيكنج باودر وذرة الملح. ونفرك الدقيق في الزبدة لغاية ما يبقى شبه الرملة كده مفرول. لازم الدقيق يتشرب الزبدة، دي خطوة أساسية. بالراحة كده يا بنات، أنا واحدة واحدة اهو ماشية معاكم واحدة واحدة عشان البنات الجديدة اللي بتتعلم. افركي كده الزبدة أو السمنة، المادة الدهنية اللي معاكي، افركيها حلو كده في الدقيق. هيبقى شبه الرملة كده. أنا بحاول أوريكي الدقيق بقى شبه الرملة بعد ما دعكنا فيه السمنة. هننزل بعدد 1 بيضة فقط، ونقلبها بالدقيق. ما ننساش نص معلقة فلفل اسود. انا كده خدت نص كمية الفلفل الاسود. نفس الطريقة اللي عملنا بيها الزبدة مع الدقيق هنعمل البيضة مع الدقيق لغاية ما تختفي خالص، وبعدين ننزل باللبن بالتدريج. ممكن الدقيق اللي معاكي ياخد نص كوب فقط، ممكن ياخد ربع كوب على حسب نوع الدقيق. انا هنا بعد ما عجنت الكوبايتين الدقيق اتبقى حوالي 6 معالق لبن بالظبط، في قاع الكوب كده 6 معالق بالظبط، هما دول اتبقوا من الكوبايه الا ربع.
انا بوريك اهو، حوالي 6 معالق. انتي على حسب نوع الدقيق انتي هتستخدمي اللبن، لغايه قوام العجينه ما يبقى بالشكل ده كده. نغطيها ونسيبها على جنب تستريح 10 دقايق عقبال ما نعمل الحشو. هننزل بالجبنه القريش وبالشوكه وهرسيها خالص تبقى ناعمه خالص. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يعني هنا يا بنات عملت الجبنه بالشوكه، هرستها خالص وانزل عليها بالبصل، بصل مقطع. البصل ده هيدبل لما يستوي، هيدبل مش هيبقى بالقوام ده. والجبنه الرومي، نخفق البيضتين بباقي فلفل الاسود وننزل بيهم على الخلطه بالشوكه كده. اخفق البيض كويس جدا. البيض ده اللي هيربط الجبنه بالبصل. وصفه جميله للفطار والعشاء. كده ناخد العجينه، عجينه التارت، ونكورها كور صغيره قد الليمونه الصغيره. ممكن تعمليه مش ميني تارت، ممكن تعمليها في صينيه التارت الكبيره العاديه. صلوا على النبي في التعليقات يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ادهني بقى صينيه التارت مسحه خفيفه كده من الزيت، وحاولي تشكليها على نفس شكل التارت اللي في الصينيه من الجناب كده، وارفعيها لغايه الجناب، ومن تحت كله يبقى سمك واحد. هيبقى السمك بالظبط نص سنتي. المقاس اللي انا عاملاه ده هيكفي 2 صاج. الصاج فيه 12 واحده، يعني كوبايتين الدقيق عملوا لي 24 قطعه. ما شاء الله، عمل كميه حلوه قوي. زي ما انتوا كده شايفين يا بنات، انا بحاول افرد من تحت وارفع العجينه على الجناب كله. انت حاولي ايدك ميزان كده كله يبقى سوا واحد. حاولي تظبطيها كده. ايوه. المقادير دي قطعه الطرت بسمك نص سنتي. قطعه الطرت نص سنتي وهي في الصاج. جميل يا بنات، ينفع فطار وينفع عشاء. احنا هنا لما حطينا الجبنه الرومي على الجبنه القريش، طعم الجبنه الرومي هو اللي غالب اكتر في الوصفه. تمام كده. شايفين طالع على الجناب. انا هنا حطيت الحشوه. انا هنا بفردها لكم بطريقه تانية. افرديها على الرخامه، افرديها على ايدك، دوريها كده افرديها. هتتفرد في ايدك كده نص سنتي. وبعدين خديها حطيها في القالب على طول وظبطيها بقى. عايزه تعملي بالطريقه دي او بالطريقه دي اللي يريحك. الاسهل ليكي اعملي بيه.
عايزة تفردي العجينة كلها على الرخامة وتقطعيها بشكل مدور كبير وبعدين تحطيها في الصاج براحتك، كله ينفع. تمام كده يا بنات، واحدة واحدة اهو بالراحة خالص. نبدأ كده نضع الحشو فوق عجينة الطرد ونحاول ما نخرجش الحشو بره عشان ما يتحرقش في الفرن. درجة حرارة الفرن تبقى وسط. سخني الفرن، شغليه كده قبلها بربع ساعة، درجة حرارة وسط، مش عالية ولا هادية. بعد حوالي نص ساعة كده الصاجين كانوا استووا. بدأت ارصه في الطبق زي ما انتوا شايفين يا بنات كده. جميل والله، جميل جدا، واخد لون حلو قوي من كل الجناب، من تحت ومن الجنب. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني. ولو اول مرة تشوفوا قناتي اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. استنوني ان شاء الله في وصفات تانية كتير حلوة قوي ومميزة. دمتم بخير وسعادة وفرحة. الى اللقاء يا حبايبي، السلام عليكم.